انا خلي العيال بقول لحضرتك، النونو اول ما بيتولد في خلال ال 24 ساعه النونو بيبقى واخد الحقنه بتاعه الجرعه الكبديه الصفريه، بياخدها يا في المستشفى يا اما بياخدها في مكتب الصحه، حتى لو الدنيا اجازه بيبقى مفتوح للمواليد. بعد كده النونو في السبع ايام الاولانيين بياخد حقنه الضرن، بياخد نقطتين شلل للاطفال. خلاص، تمام 60 يوم من عمر الطفل بيروح الصحة يروح ياخد الحقنتين، حقنة يمين وحقنة شمال، اللي هو التطعيم الخماسي والحقنة بتاعت الشلل الأطفال العضل، ونقطتين شلل للأطفال 2 و4 و6. بعد تطعيم الشهرين، بعد تطعيم الأربعة، وبعد تطعيم الستة في حاجة اسمها تطعيم إضافي. التطعيم الإضافي اللي هو إيه؟ اللي هو الروتا بتاع النزلات المعوية، والمكور بتاع الالتهاب الرئوي. وساعات بنزود عليها تطعيم الحمى الشوكية اللي بيتاخد جرعتين، اللي هو 2 و4. خلاص كده. بعد كده لو احنا ما اديناش الحمى الشوكيه عند 2 و4، ممكن نوصل عند 9 و12 في نوع بيتاخد. واللي احسن منه واقوى وحاصل انه موجود دلوقتي في حاجه اسمها البكسيرو، اللي بيتاخد للحمى الشوكيه اللي هي العنيفه، اللي بقت موجوده دلوقتي بنسبه حوالي مثلا 60% من حالات الالتهاب السحائي اللي على المخ. ده بالنسبه للاطفال، وبيتاخد جرعتين، فاسال عليه. طفلك بيتم ال9 شهور بياخد نقطتين شلل للاطفال هنا في مصر، وحسب اي بلد من البلاد التانية مثلا الكويت والامارات والكلام ده كله ما بياخدوش حاجه. السعوديه بتاخد جرعه ميسلز اللي هي حصبه. خش بقى يا عم هاني عند سن السنه. طفلك له من بعد السنه ان هو ياخد الMMR، اللي هو نكاف وحصبه، حصبه الماني، وياخد نقطتين شلل للاطفال. ولو احنا جدعان في نفس اليوم ياخد معانا يا جرعه حمى شوكيه لو ما اخدش، وياخد الجديري والكبدي اول جرعات، وياخد الحمى الشوكيه لو ما اخدهاش. شوف انا عمال اكرر اهو على الحمى الشوكيه عشان الموضوع كبير. طيب، عند سن او بعدهم بشهر يبتدي ياخدهم، اللي هو الاضافي. بعد كده شهر، بعديها عند تطعيم السنة ونص انت حضرتك ونقطتين واللي هي الكبسولة بتاعت الفيتامين ألف. عند سن سنة ونص بياخد، وما حدش يجي يقول لي اصل احنا خايفين وبيعمل توحد والكلام ده كله، ما بيعملش اي حاجة خالص. واي حد بيقول لك الكلمتين دول ما معهوش ولا مصدر. وانا كنت كاتب عامل فيديو كبير بالمصادر كمان، علشان خاطر الناس اللي بتقعد تقول لك اصل هو بيسبب وهم قالوا بيسبب تقل للعيال والكلام ده كله، ما بيسببش اي حاجة خالص. وانا عايز الفيديو ده يلف على الناس كلها. بتاخد حقنه الحقنه بتاعه الكتف والحقنه بتاعه الورك ونقطتين شلل للاطفال. يبقى كده ده تطعيم السنه ونص. وبتدي الجرعات التانية من الجديري والكبدي الف، والحمى الشوكيه الجرعه التانية لو ما اتاخدتش، والمكورات اللي هي اخر جرعه. بعد كده في بعض البلاد مثلا زي الكويت في عندهم بتاع تطعيم السنتين، وفي السنتين ونص. هنا في مصر كل 6 شهور لحد 5 سنين بتتاخد الكبسوله بتاعه الفيتامين الف. واخيرا وليس اخرا، التطعيم بتاع الفيروس المسبب لسرطان عنق الرحم الحليمي. اطفالنا من بعد اولاد او بنات من بعد ال7 سنين المفروض ان هم بياخدوا 3 جرعات. خدت بالك من الفيديو؟